يوم العودة من أجازة. تقريبا اليوم ده هو أصعب يوم في حياة أي حد بيسافر بلا استثناء. لكن أنا أكتر حد بنصح دايما بالسفر وبشجع الشباب إنها تسافر. ولكن اليوم ده في حياتنا كناس مغتربين هو يوم استثنائي. بتكون قاعد مع أسرتك قبل ما ترجع بأجازتك، أنت قبلها بأسبوع أنت بتفكر في حاجات كتير ومش عارف أنت بتعمل إيه. بتحجز أجازتك، تخلص تذكرتك وأنت في دوامة. ولكن بتكون دايما عايز تظهر ان انت انسان قوي قدام اسرتك وقدام اللي حواليك. ان في ناس كتيره بتكون شايفاك ان انت مثلهم الاعلى، ولازم نظهر لهم ان احنا قوي. ولكن الانسان مننا بيضعف وبيتاثر بحاجات كتيره. انا بشوف المغترب هو بيشتغل في مهنه زي اي مهنه، ولكن مهنه المغترب هي مهنه قاسيه جدا، انه محروم من حاجات كتيره جدا. كان عن نفسي انا بتكلم على المستوى الشخصي، ربنا رزقني الاجازه دي بمولود جديد، واول رحله ليا بعد المولود ده مجالنا بالسلامه. موضوع مختلف جدا، والكلام اللي انا هقوله انا مش بقول ان الكلام ده محتاج ان حد يتعاطف معايا او معايا حد مغترب، ولكن الاحساس صعب جدا. تسيب اسرتك وان كان ليك طفل، تسيبه وتمشي وتسافر وانت مش عارف تقول له ان هتشوفه امتى ولا هتشوفه ازاي. هل هتشوفه ولا لا؟ هل ربنا يكتب لك عمر جديد لحد ما تشوف مولودك تاني، او تشوف اسرتك من اول وجديد؟ ممكن وانت موجود في البلد بتكلم اي حد بتقول له 5 دقايق وجاي لك او 5 دقايق وهشوفك. ولكن انت وانت مسافر انت مش عارف تقول اللي حواليك هشوفكوا تاني ولا لا، هنتقابل تاني ولا لا. انا مش طالع اقول ان الغربه صعبه او حد يتعاطف معانا كناس بنسافر، ولكن رفقا باي حد بيسافر حقيقي اليوم ده هو اصعب يوم في حياتنا. ولكن احنا بنسافر عشان خاطر نقدر نلبي طلبات اسرتنا. كل واحد فينا مضحي بنفسه عشان خاطر ناس تانية تعيش، عشان خاطر يعيش اسرته في حياه كريمه. لكن اي حد بيشوف اي حد مغترب مش عايزك تبص للجانب الكويس بس او الجانب المادي بس، لا، في تضحيات كتيره جدا المغترب بيكون مضحيها، ولكن محدش بيحسها ومحدش بيشوفها غير اللي حس بتجربته وغير اللي حس بنفس الاحساس اللي هو فيه. هو بيكون صعب، موضوع نفسيا بيكون ابعد ما تتخيل. انك تسيب اسرتك وتسيب اهلك وتمشي ومش عارف تقول لهم هنتقابل امتى ولا هنتقابل ازاي، ولا هل هترجع خير وسلامه وتشوف اسرتك بنفس العدد اللي انت سايبهم بيه، ولا ممكن الاعمار بيد ربنا تلاقي حد افتقدت منهم. محدش بيعترض على حكم ربنا، ولكن احنا محتاجين ان حد يدعي لنا دعوه كويسه. مش عايزين من اي حد غير ان يشوف الحياه كامله، ما يشوفش الجانب الكويس بس. المغترب بيفقد حاجات كتيره جدا في حياته عشان خاطر يعرف يعيش اسرته في حياه كويسه. الغربه مش فلوس بس ولا حياه كويسه، لا، ده في حاجات كتيره بنفتقدها. وما زلت بنصح اي حد انه يسافر. مش بحبطك، بس في جانب صعب جدا لازم أن تكون شايفه حاطه قدامك، انك في يوم من الايام هيكون لك اسره، يكون لك اولاد، وتسيبهم وتسافر وانت مش عارف ترجع لهم امتى. فدعواتكم لينا ان يرجعنا لاهلنا سالمين غانمين، ويرجع كل مغترب لاهله. ان وقفتنا في المطار دي هي فيها حاجات كتيره وبتعبر عن حاجات كتيره. انك مسافر مفتقد اهلك وسايب كل الناس وزعلان. ان المطار ده على فكره يا جماعه، المطار ده حكاياته كتيره جدا. تلاقي الناس مسافره وفرحانه وراجعه بلادها، تلاقي ناس راجعه لشغلها ولقمه عيشها وزعلانه جدا. فالمطار مش صور حلوه وحاجات كويسه بس، لا، المطار في كلام كتير وفي احاسيس كتير وفي لحظات صعبه كتيره جدا محدش بيحسها غير اللي بيسافر مره واتنين وشاف قدام عينه كل يوم ناس بتسافر وناس جايه، وناس متاثره وناس مبسوطه وناس فرحانه وناس زعلانه. دي حياتنا. دعوات كلنا ربنا يرجعنا لاهلنا سالمين غانمين. السلام عليكم، اشوفكم على خير.